السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض المسقعة. مسقعة من الأكلات الشعبية الجميلة اللي كلنا بنحبها. معانا هنا بطاطس مقطعة صوابع، ومعايا هنا بتنجان رومي وفلفل رومي وفلفل حامي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع البتنجان، سوري معلش. البتنجان على فكرة انا غسلاه. شايفين جميل ازاي؟ بيضة مش مبزرة. بتنجان اليومين دول حلو. ده جايبك كيلو ب5 جنيه. تقطعيه بقى كده. تمسكي الواحدة تقشريها كده كده كده. شايفين؟ تمام. نقطع واحدة كمان كده. خلاص. الفلفل الرومي نقطعه كده. سهل جدا، مفيش اي حاجة. تروحي مقطعه كده نصين، والنص 2، يعني 4/4 يعني كده. تمام. والفلفل الحامي طبعا بشيل العنقود اللي فوق ده كده، وبنغزه كده بالسكينة عشان لما تيجي تحمريه في الزيت ما يفرقعش منك. خلاص. هخلص بقى الكمية اللي عندي اقطعها وارجع لكم تاني. حبايب الزيت اهو سخن. هننزل بالبطاطس الاول. حمر البطاطس الاول، بعد كده البتنجان، بعد كده الفلفل. البتنجان انا رشيتها عليه شويه ملح عشان ينزل ميته وما يشربش زيت. تمام. بس كده نسيبها بقى تتحمر وتعالى نعمل الصلصه. هننزل اهو حبه زيت. يسخن وانزل بالثوم. الزيت سخن اهو، انزل بالثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتحمر وانزل بالصلصه. الثوم اهو اتحمر. ننزل بقى بالقوطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هنسيبها لما تتسبك، ولما تتسبك نحط عليها ملح وفلفل اسود وواحدة مرقة ماجي. تمام. هنسبك بقى ارجع لكم تاني. حبايبي الصلصة اتسبكت. انا مسبكاها 3/4 سوا عشان لسه هكمل تسبيكها مع البتنجان والفلفل. تمام.
حطينا المرقة اهو. نحط فلفل اسود، حبة ملح، نقلبهم مع بعضيهم كده. وبس خلاص هندفع عليها ايه لما نحمر البتنجان والفلفل والبطاطس نحطها بقى معاها. حبايبي البطاطس اتحمرت وشلتها، نحط بقى البتنجان. بس كده متحمر بقى وبقى حبايبي البتنجان اهو اتحمر، هنشيله بقى. متحمرش البتنجان اكتر من كده عشان ما يمررش مني، هو لونه كده حلو. خلص بقى كل الكمية اللي عندي بتنجان، وبعدين نحط الفلفل، وبعدين الفلفل الحراق. تمام. خلاص خلصنا تحمير البتنجان، هننزل بقى بالفلفل الرومي. نخلص تحمير الفلفل ونحمر بقى الفلفل الحراق. حمرنا الفلفل الرومي، هننزل بقى الفلفل الحامي. هاي بصوا المسقعة خلاص خلصت. حطينا رق بتنجان ورق بطاطس ورق فلفل رومي. لو انت عايزاها مشطشطة حطي فلفل حراق معاها. لو انت عندك اطفال زي حالاتي يبقى تخلي الفلفل بره. تمام. هنحط له عليها الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما بحبش فيها ايه الصلصة كتير، انت بقى براحتك على حسب ايه ما بتحبي. هنحطها بقى على النار تاخد غلوتين، وبعد كده نحطها على الشوايه ايه تاخد لون. يلا نحطها بقى ونرجع لكم تاني. وبكده المسقعه بتاعتنا خلصت. حطيتها تحت الشوايه هي خدت لون. وعلى الفلفل الحراق حطيت عليه ليمونه وحبه ملح. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله.